بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. حبايبي متابعين قناة ماما حبيسي في البيت، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل صحة وأحسن حال. ورمضان سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. إن شاء الله الفيديو ده بإذن الله أنا بوريكم البط بتاعي ده. أنا كنت مربياه في البيت بتاعي القديم، وبعد كده قررت إن أنا أجيبه علشان خاطر أذبحهم إن شاء الله على يومين، علشان خاطر ان شاء الله احطهم في الفريزر لرمضان باذن الله. لان زي ما حضراتكم عارفين ان الفراخ البيضاء زادت جدا، وفي الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه ده الفراخ البيضاء الكيلو عامل 70 جنيه. انا كنت في السوق امبارح وقلت الافضل طبعا ان انا اجيب البط ادلم مربياه يقضي ان شاء الله في رمضان باذن الله، بجانب بعض اللحوم بعض الكبده، وان شاء الله يعدي رمضان على خير ان شاء الله. انا سالت كمان، حبيت ان انا اشوف بقى مدى شطارتي، فسالت على كيلو البط، فبصراحه قالت لي ب 120 جنيه. والله الكلام ده من بقها، كيلو ب 120 جنيه. وقالت لي عشان خاطرك انت ب 115. فبصراحه انا حسيت في الوقت ده ان انا فرحانه جدا بقى، وحسيت ان انا شاطره لاني قدرت ان انا اوفر لبيتي تربيه البط ده من غير ما يبقى فيه تكلفه ولا اشتري رمضان ان شاء الله. لو حضرتك جديدة في قناتي اتمنى من حضرتك تفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله، وكومنت من حضرتك جميل كده زي حضرتك. طبعا تربية البط دي سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة. بنشتري طبعا الذرة والفول. انا بصراحة بعرف ازغطهم. بشتري نص كيلو فول، وبشتري كيلو ذرة، وببل الفول على الذره، النص على الكيلو بتاع الذره، وببدا ان انا ازغطهم. انا زغطتهم بصراحه علشان خاطر اقدر اذبحهم ويتقالوا معايا. لكن انا كنت قبل كده، قبل الذره وقبل الفول، كنت بديهم عيش متقطع، او بواقي البيت عندي بقى، مثلا بواقي طماطم، بواقي مكرونه، بواقي رز، اي بواقي عندي في البيت زي ما حضراتكم شايفين في الصينيه اللي موجوده ديت، كنت بديها لهم. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كرمني. نصيحة بقى مني لاختي اللي بتشاهد الفيديو، حضرتك ادلم هتزغطي البط لازم الميه تكون قدامهم دايما، لان الذره والفول هيحتاج ميه كتير في المعده بتاعتهم علشان خاطر معدتهم ما تنشفش ويجرى لهم حاجه. بنصح كل ست بيت عندها سطح تربي في السطح بتاعها، بصراحه هينفعها تربيه، هتنفعها في كل الاحوال، تربية بط، تربية فراخ، أي شيء. وطبعا كل ست بيت لازم تساعد في المعيشة. وبشكركم لحسن المشاهدة وحسن المتابعة، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير. كنت هنسى، عايزة أعرف حضراتكم إن كيلو الذرة كان مش غالي، وكمان الفول مش غالي. هيجيب مع حضرتك وهيرمي اكتر من العيش. وانا كمان كنت باكلهم بواقي الخضروات، يعني لو عندي كرومبه بقطع لهم العروق بتاعتها، ما برميهاش في المخلفات، كانت بتنفعني، او بواقي طماطم او غيره.